في الزمن اللي سبق الزمن، حين كانت الآلهة جزءاً من نسيج العالم، ولد أوزوريس وإيزيس من رحم السماء والأرض. كان أوزوريس ابن الإله جب إله الأرض، والإلهة نوت سيدة السماء، وأخاً لست ونفتيس. وحين حان وقت الحكم، اختارته الآلهة ملكاً على مصر، لا لقوته بل لحكمته وعدله. حكم أوزوريس الأرض حكماً صالحاً، فعلم البشر الزراعة واحترام القوانين والعيش في سلام. لم يكن ملكاً جباراً، بل أباً يرعى شعبه. وكانت إيزيس زوجته وأخته إلى جواره دائماً، سيدة السحر والمعرفة، تحفظ التوازن وتحمي العرش بقواها وكلماتها المقدسة. لكن في الظلال كان ست يراقب. ست إله الصحراء والعواصف والفوضى، لم يحتمل أن يرى أخاه يحكم بالعدل بينما هو في الهامش. تحولت الغيرة في قلبه إلى حقد، ثم إلى مؤامرة. صنع ست تابوتاً فاخراً مقاساً بدقة على جسد أوزوريس، وفي وليمة كبرى دعا فيها الآلهة أعلن عن لعبة: من يناسبه التابوت سيكون من نصيبه. وحين استلقى أوزوريس داخله، أغلق التابوت وألقي في مياه النيل. سقط العدل في الماء، وغرقت مصر في الحزن. خرجت إيزيس تبحث عنه، جابت ضفاف النيل واستعانت بتعاويذها حتى عثرت على التابوت في أرض بعيدة حيث احتوته شجرة عظيمة، فأعادته سراً إلى مصر. لكن ست اكتشف الأمر، فمزق الجسد إلى 14 جزءاً ونثرها في أقاليم البلاد. تحولت إيزيس من زوجة مفجوعة إلى قوة لا تقهر. بمساعدة نفتيس وأنوبيس جمعت الأشلاء قطعة قطعة، وأعادت تجميع الجسد ولفته بالأقمشة، فكان ذلك أصل فن التحنيط. وبسحرها منحت أوزوريس حياة مؤقتة، ومن هذا الاتحاد ولد حورس. لم يعد أوزوريس إلى حكم الأرض، بل صار سيد العالم الآخر وحاكم محكمة الحساب، حيث توزن القلوب بريشة ماعت رمز الحق. أما إيزيس فاختفت مع طفلها في مستنقعات الدلتا تحميه من بطش ست حتى اشتد عوده. كبر حورس وطالب بحقه في العرش، واندلع صراع طويل بينه وبين ست، صراع بين النظام والفوضى. وفي النهاية حكمت الآلهة لحورس، فعاد العرش إلى صاحبه الشرعي، وأصبح الفرعون تجسيداً حياً لحورس على الأرض، بينما ينتظرهم أوزوريس في العالم الآخر. وهكذا لم تكن أسطورة إيزيس وأوزوريس مجرد حكاية موت وانتقام، بل رؤية مصرية عميقة تؤكد أن العدل قد يغتال لكنه لا يموت، وأن الموت ليس نهاية بل بداية أخرى. شكراً لاستماعكم، وننوه بأن هذا الفيديو من إعداد فريق رحالة مصر.